المرات اللي فاتت اتكلمنا الحمد لله على البلاد او الجنسيات، ازاي تعبر عن البلد بتاعتك. اخدنا تطبيق عملي من تطبيق او من فيديوهات ايزي جيرمان. اهم حاجه عندي التطبيق، مش مجرد بتاخد كورس جراماتيك او كورس كلمات وفي الاخر ما بتعرفش تقرا زيهم او تقرا زيهم، عشان الناس اللي بتقول الهمزات مش الهمزات. خد اللغه اللي تعجبك او اللهجه اللي تعجبك. آه، اقرا زي الالمان بان انت تتابع فيديوهات لالمان بس، وكفى الله المؤمنين القتال. طيب، عندي بعد كده كلمة اللغات، يعني دي شبراخن. هخش لك انا على جزء الجراماتيك وهظبط لك الدنيا وهظبط لك الامور، بس على الاقل يبقى عندك ايه، خلفية بالحاجة اللي احنا بنتكلم فيها. دي شبراخن مش شبراشن، لا شبراشن غلط، دي شبراخن ايه اللغات. ماشي. اهم الاسئله اللي ممكن اسالها لك واقول لك او اكلمك عن اللغه بتاعتك. تمام. اقول لك السؤال الاول: welche Sprachen können Sie sprechen؟ ايه اللغات اللي حضرتك بتعرف تتكلمها؟ ادي السؤال الاول. يبقى welche Sprachen können Sie sprechen؟ او اقول لك سؤال تاني وكلهم بنفس المعنى او شبه نفس المعنى. تمام. اقول لك مثلا was sprechen Sie؟ was sprechen Sie؟ يعني ترجمتها الحرفيه هو انت بتتكلم ايه، وانت بتتكلم ايه معناها. ماشي، بنتعامل بيها عندهم يعني اللغات اللي انت بتتكلمها، مش اكيد مش بتتكلم بتقول ايه. فاهمين الفكره؟ طيب، ممكن اسالك سؤال تاني خالص ويبقى برضو سؤال كده خبيث شويه. اقولك was ist Ihre Muttersprache؟ هي لغتك الام، اللغه الاصليه بتاعتك لغه ايه؟ يعني بلدك اللي انت اتولدت فيها اللغه اللي بتتكلم فيها لغه ايه. فانا كده بنقول عليه سؤال خبيث. ليه؟ لان انا محتاجه اعرف لغتك الام او اللغه اللي انت بتتكلم بيها الاساسي اللي اتولدت بيها، واللغات التانية برضو. فهو سؤال كده بنقول عليه سؤال خبيث. لو اديتني اجابه، خصوصا في الامتحانات، مش اسئله الشارع اللي بنشوفها في ايزي جيرمان، لا، اسئله الامتحانات زي امتحانات جوتا، زي تلك، زي ديتد سيت، ايا كان اسم الامتحان، الاو اس دي، اي امتحان من دول، وانت بتتسأل سؤال، حاول ما تكونش اجابتك مختصره انه انا برد اجابه على قد السؤال. غلط، بنقصك درجات برغم ان انت صح، انت مش غلط، ولكن لازم نتكلم في نفس الكونتكست او نفس المحتوى اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. طيب، هنا مثلا اقول لك wie viele Sprachen، يعني كم عدد اللغات. wie viele Sprachen können Sie sprechen؟ كم عدد اللغات اللي حضرتك بتعرف تتكلم. تمام. انا مثبته لك في اينس قالب ثابت. هو ليه انت بتقولي اينس؟ هو انا في قدام هغير القالب ده؟ هنغير القالب، هنتكلم بطريقه اكتر، هنعبر بمعلومات اكتر، هنستعمل جراماتيك اتقل. لكن انا في اينس بحاول قدر المستطاع ان انا ايه، اخلي لك القالب كويس، يعني متوسط الصعوبة، وفي نفس الوقت برضو مش ايه ايش اشبغاشة مش عارف بلا 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 وتقولي كلمتين وتجري، لا، خلي فيه برضو ايه، طريقة التعبير يعني بتفرق بين واحد فعلا واخد كورس محترم او في مكان محترم، وواحد حافظ قوالب ثابته او كلمتين وخلاص. طب ما انت كاتبه لي قالب ثابت، انا كاتبه لك قالب ثابت عشان اريحك يعني. فاهمين الفكره؟ طيب، تعالى على كلمه meine Muttersprache. meine Muttersprache ist Arabisch. لغتي الام هي اللغه العربيه. ابا، ولكن تفتكروا احنا عندنا في الفلاحين بنقول لكلمه ابا يعني يا ابويا مثلا ابا، فافتكرها كده. aber ich kann auch، أنا برضو بعرف أتكلم. ein bisschen، ein bisschen يعني القليل من، شوية. تمام. ابتدي اكتب اللغات اللي بعرف اتكلمها. انا كتبت لك لغات كتير ليه؟ عشان اوري لك تركايه صغيره لما تيجي تعد اللغات. فانا مثلا قلت دويتش، ماشي، انجلش، فرانسوزيش، ايطاليانش، خلي بالك اغلبها ايش في الاخر. اللغة الأخيرة أو الحاجة الأخيرة اللي بعددها بقول und. يعني إيه؟ يعني ما تروحش تقول Deutsch und English und Französisch und Italienisch und مش عارف إيه und كده كتير، سواء كتابة سواء كلام، ما ينفعش. أنت بس بتقول أكيد مش هتتكلم بالكومة يعني، بس هي واضحة في صوتك. بتبدأ تقولي meine Muttersprache ist Arabisch aber ولكن ich kann auch ein bisschen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Türkisch، وتحط سبغاشن في الآخر. خلي بالك من نبرة صوتك، أنا فهمت إن أنت بتعدد يعني إيه 1 2 3 4 أو 1 2 3 4. أنا فهمت إن أنت بتعدد لي حاجات كتير.
تمام، او اللي قدامك كمان في الامتحان هيفهم. لكن ما تروحش تقول ايه und ده كده ممنوع، سواء كتابة او سبريشن او مندلش او تحدث يعني. طيب في بعض كام مصطلحات كده انا حطاهم لك برضو. كلمة شوية او القليل من يعني ein bisschen مش ein bisschen. النطق اللي بسمعه برضو في الكورسز غلط، في الكورس معايا يعني شغالة الكورس برضو اونلاين، بلاقي ناس تيجي تقول ein bisschen بالسيشن، لا هي ein bisschen. وخلي الشين خفيفة. يعني ايه خفيفة؟ يعني زي كأنك كده، كأن تعبان. كان حد بيقول لي ثعبانة، خليكي ثعبانة او خليك ثعبان. خليك ثعبان وطلع لسانك وانت بتتكلم في الإيش قدر المستطاع. ماشي. طيب fluently او بطلاقة يعني fluent او كلمة اسمها تانية spontan. spontan. ماشي. وكلمة good يعني كويس. فاختار الدرجة اللي تتكلم بيها اللغة. يعني أنا مثلا meine Muttersprache ist Arabisch، لغتي العربية أو لغتي الأم هي لغة عربية. aber ولكن ich kann auch ein bisschen، أنا هنا حطيت ein bisschen بالأزرق أهي، Deutsch. ماشي. ممكن أقول fließend English، فرانسوزش، ممكن أقول spontan براحتي مفيش مشكلة. und gut Turkish وأحط سبريشن. ماشي. يعني بحط الصفة قبل الايه، قبل اللغة وخلاص. بس هي الفكرة يعني. شيل اين بيستشن دي اللي باللون الازرق وحط الايه، الحاجة اللي انت عايز تتكلمها براحتك او بالدرجة اللي انت عايزها. تعال بص بعد كده على اللغات. الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله خفيف يعني مفيهوش حاجة كتير. اللغات اغلبها خدتها، لو انت مذاكر الفيديوهات من الاول بالترتيب هتلاقي ان هي مرت عليك. اول حاجة دي شبراخن او نسيت اقول لك برضو فوق، من الحاجات اللي بتقابلنا في الكورس وانا بشتغل سريعا كده. هنا مثلا كلمة sprechen das ist ein Verb، ده فعل اسمه sprechen. to speak بتكلم، to speak. شوف بظبط لك الانجليش كمان. ماشي. sprechen. الكلمة التانية اسمها sprachen دي sprechen speak. تمام. لكن الكلمة التانية اسمها sprachen يعني languages. شوف اللي قطعتلك في الانجليزي خلتني فلاحة ازاي. languages. ماشي. المهم انه دي sprachen يعني اللغات، لكن sprechen das ist ein Verb، ده فعل to speak. حلو. تعال نشوف اللغات بقى اللي عندي. اول حاجه اللغه العربيه، لان كلنا عرب فلازم اللغه العربيه بسيبها، ما تعملش سكاب ليها. ما تروحش تيجي تقول لي ايش بغاش دويتش او ein bisschen Deutsch und gut English وتخلع. طب واللغه العربيه مش معاك؟ يعني انت مش عربي؟ مش انت عايز تتنصل من لغتك ليه؟ ما هي معانا والله في الحسبان. ماشي. فاللغه العربيه اغابش، اللغه الالمانيه دويتش. اللغات بريح نفسك استيها، الا من رحم ربك تلاقي لغه او اتنين هما اللي ايه، اللي هيفلتوا مثلا، لكن هي استيها في الاخر. Arabisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch الصيني، Chinesisch, Russisch, Japanisch, Französisch, Türkisch. بس شوف التفاهة مفيش أي حاجة، خلصنا. فاللغات مفيهاش ايه، مفيهاش مشاكل. اهم حاجه عندي ان انت تطبق الفيديوهات زي ما قلت لك ايزي جيرمان، لان بجد والله هي دي الحاجه اللي بتفرق بين واحد بيتعلم كورس او واحد بياخد كورس كويس، او في كورس يعني يجيب معاه ناتج كويس ان شاء الله، وحد تاني ايه بيدرس كلمتين وخلاص. تمام. والله الاسهل ليا ان انا اقول لك الكلمتين، وبدل ما اتعب في قلبي كل شيء. والله ايزي جيرمان بيبقى جميل جدا، وكتر خيرهم ان هم عاملين حاجه زي كده فعلا مفيده، وكأنك بتتعامل مع ألمان في بيتك ببلاش. يعني انت مش محتاج ان انت تقولي كورس محادثة، كورس مش عارف ايه. شوفهم بيتكلموا ازاي وترجم وابدأ اتكلم زيهم وبنفس اسلوبهم بس. ومشكور، وهما مشكورين، وانت مشكور لو ذاكرت، وانا مشكورة ان انا ايه شرحت. كلنا مشكورين. فالمهم ما تسيبش الفيديوهات دي، فيديوهات محترمة جدا 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 جدا. استفاد منها، استفاد. اليوتيوب اكتر حاجه هتخليك مسيبك من الكتاب الاكاديمي. الكتاب الاكاديمي ده بيقولك بس الكونتنت بتاعك عباره عن ايه، الكورس بتاعك عباره عن ايه، فاهم؟ يعني مجرد بس كده توبكس معينه بعرفها لك وانت بتكمل مع نفسك. فانا بحاول قدر المستطاع ان انا ابقى معاك في التكمله، وبحاول قدر المستطاع ما بكملش باقي الفيديو كله ان انا اسجله كله،
عشان بياخد وقت كتير جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو انت محتاج انه ايه، تدوس مع نفسك. وبقول لك لو لقيت كلمة صعبة أو حاجة صعبة بقول لك البدايل، أو حتى اكتب لي كومنت وقول لي ايه الحاجة الصعبة اللي عندك وأنا أشرحها لك. أنا عاملة كده كده سلسلة جراماتيك، بحيث لو لقيت حاجة مثلا مش مفهومة هشرحها هناك. فبقول لك اليوتيوب أو القناة معمولة عشان خاطر الألماني ده يبقى ايه، انت بتعيش الألماني، مش مجرد كورس هاخده في فترة وهنساه، لا انت كل يوم ألماني. مفيش حاجة اسمها خلصت الكورس والكورس خلص، لا، الألماني ما بيخلص، مفيش لغة بتخلص، اللغة معاك مستمرة طول ما انت ما سافرتش ألمانيا. عارف لو سافرت ألمانيا أقول لك اسكت ما تتفرجش على حاجة. أنا بتضايق لما الناس اللي تيجي تقول لي أنا سافرت ألمانيا ومش عارفة أتكلم، يبقى أنت معلش يعني مش عارف تستفاد من الحاجة اللي معاك. رحت ألمانيا اتعامل واتكلم واستفاد. ماشي. فالمهم الحمد لله خلصنا. الفيديو كان لطيف خفيف ظريف. والختام بتاعنا للزوز. أسعد الله مساءنا ومساءكم وصباحنا وصباحكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.